الفجر السعيد السورية العلوية المجنسة في الكويت تغلط دائما ودوما، تغلط على شعب السودان الأصيل الشقيق. ومن أجل مين؟ من أجل نظام السيسي الخسيسي الأقرع نقار الخشب. عشان قصة حلايب وشلاتي، أولا أنا كسعودي أقر قرارا تاما أن حلايب وشلاتيح مدري شلاتين هذه سودانية 100%، عادات وتقاليد وأرض. وأرد على الفجر السعيد وأقول لها هذه هي العلوية السورية المجنسة كويتيين. طبعا الكويت تعرفون تجنس من هب ودب، فلتخسئي وارجعي للخلف. والله وبالله وتالله أن الشعب السوداني الأصيل أنه من أفضل الشعوب بالنسبة لي أنا. ومن تسأل أي سعودي حتى الكويتيين نفسهم، أفضل شعب تعامل وطيبة وأمانة ورجولة وسعة بال. عندهم سعة بال وصدر زينا احنا الشماليين في المملكة العربية السعودية مشهورين في ساعة الصدر والرحابة. فالفرق بين السوداني والمصري كالفرق بين الثرى والثريا. ايش جاب السوداني الأصيل الأمين الرجل الشجاع الشهم الغيور يجاب للمصري؟ فرق السماء عن الأرض، مع احتراماتي للشعب المصري. شوف أنا أقولها وأنا أمي مصرية وأعيد وأكرر وأكرر وأعيد وأكرر، أمي مصرية بس إنها ليست فرعونية، يعني ليست من بقايا الفراعنة أو من بقايا الاحتلالات. أمي من جزيرة العرب، يعني من نفس عشيرتي، ولكنهم هاجروا مصر قبل 80 سنة أو 70 سنة أيام القحط في الجزيرة العربية. عمركم شفتم بالله أسألكم بالله يا سعوديين، والله ما قبلت سوداني أذى أحد، أقسم بالله ما عمري قابلت سوداني غلط على حد، ما عمري قابلت سوداني جاهل في التاريخ وفي العلم، ما عمري قابلت سوداني يسرق الناس، ما عمري قابلت سوداني خسيس ونذل وحقير ومصلحجي، ما عمري قابلت سوداني يقلب زي المصريين هؤلاء. جننوني يا ناس، جننوني. حمام قلاب قبل كم اسبوع نعطيهم من وطالب خلينا نكمل كلامي، نعطيهم من المليارات وقلبوا علينا اعلامهم. وطالب المملكة العربية السعودية وطالب الملك سلمان بن عبد العزيز بن آل سعود حفظه الله أن يمنع الجسر، لا يسوي جسر. يا أخي أنا من محافظة بحرية على البحر الأحمر تقع مقابل الغردقة وهذا مصر، ما نبغى جسر. يا ملك سلمان الله يرحم والديك لا تسوي جسر مع المصريين. يا ابن الحلال عندك جدة سوي جسر، مد جسر للسودان. المليارات اللي تعطونا المصريين عطوها السودان يا أخي. إذا أنتم ما أنتم يعطينا أحد يعطونا إياه حنا. سووا سياحة هنا أو سووا ادعموا السودان يا أخي. هم الشعب يشتغل يا أخي كمان، ما هم بس المصريين وما ينكرون الجميل. أو لا المصريين لا نريدهم يتكلمون، وغيروا لغتكم، لا تتكلمون عربي يا مصريين، ارجعوا لغتكم القديمة هذه وبس ردوا لنا العرب اللي عندكم، ردوهم هنا للجزيرة وانتوا تتكلموا براحتكم. إن شاء الله تتكلموا لغة خنفسوسية بس لا تتكلمون عربي، ما نبغاكم تتكلمون فينا ولا حنا نبغى نتكلم فيكم نهائيا، فكون من شركم يا أخي. والله وبالله وتالله لو 10 مصريين قدامي الآن، طبعا مو للأمانة مو كل الشعب المصري، هي العربوية والصعايدة رجال،
سوداني واحد اني لا اختار السوداني اصاحبه ولا صاحب المصريين، اقسم بالله، واني انا جميع اصحابي هنا في السعودية انهم سودانيين، ما صار لاني اثق فيهم يا اخي، والله تثق، والله يا سعوديين نصيحة لكم، اذا لك فلوس والله لك شيء حطها عند سوداني، لا تحطها عند مصري، انت بتحطها عند مصري يسرق. فأنت يا فجر السعيد تريدين الظهور على ظهر السودان، أنا أقول لك وقفي حدك يا علوية يا بنت الكلب. إلا السودان ما تتعرضين، السودان بلدنا، أبناء عمومتنا، أشقائنا، عروبة. مرة ما تتكلمين على السودان جيراننا، ما تتكلمين على أهل السودان ولا على أرض السودان ولا شعبها ولا حكومتها ولا شيء. خليكي في دولتك هذه، روح شوف الشيعة اللي عندك هذون اللي يوالون إيران، تفهمين ولا لا؟ خلي المصريين ينفعونك، بكرة يقلبون على الكويت حقتك هذا، والله ما يعرفونك المصريين لا قلبوا عليك، ينسون كل دفاعاتك هذه اللي تبغين فلاورز وتبغين شهرة عشان شعب مصر كثير، ها تريدون الشهرة. بعدين حتى في اللغة العربية السودانيين أفضل من المصريين في اللغة العربية، ما في مقارنة أبدا، هذول زين انهم طقوا الحروف صح، الفراعنة.